عاملين فيديو النهارده؟ انا طالعه او جاي اتكلم معاكم عن منتج سريعا جدا جدا جدا، بس هو منتج انا جربته من فتره وما قدرتش ادي عنه فيدباك كامل غير لما اجيب اخره واجيب اجله خالص عشان اقدر اتكلم بكل صراحه وبكل وضوح واقول اذا كان هو حلو فعلا ولا لا، او هو وحش وهو يستحق الضجه دي ولا لا. انا هتكلم النهارده عنه، فمش هطول عليكم، يلا بينا مع بعض نبدا. المهم ان انا من وقت ما جربته وانا انبهرت بيه، ولكن قلت لا، ممكن يكون حلاوة البدايات واحنا مش هننبهر باي حاجة من الاول، وهنستنى لغاية لما تبقى جثة عشان نقدر نتكلم عنها. وبالفعل هو فعلا بقى جثة، اكيد ده باين ان هو فعلا جثة لدرجة ان انا عمالة اعصر فيه عشان يطلع ما توقع فيه، ولكن هو ليس فيه اي حاجة. ده الغسول بتاع ايفا اللي هو المفروض ناتشورال، البشرة الطبيعية اللي هو بيديكي إشراقة وحيوية ونصي عسلية وكده. بتاع ايفا اللي المفروض مكتوب عليه ناتشورال جلو للبشرة المختلطة. انا مرضتش اجيب للبشرة الدهنية وقلت لازم اشكل واجيب للبشرة المختلطة، عادي جدا، انسان حر. المهم ان انا جبته. عايزه اقول لكم انا مشوفتش فيه غلطة غير حاجة واحدة بس، كميته دي اكبر غلطة انتي ممكن تندمي عليها في الدنيا كلها، ان هي كميته مش طبيعية. هو بالظبط قعد معايا شهر او شهر ونص وخلص، مكملش شهر ونص، حاجة في الرينج ده، وحرفيا خلص. تاني بحاول اطلع منه بس هو مفيهوش اي حاجة خالص. فعايزة اقولكم هو قعد معايا، يعني هو عندي من بدري وانا مخلصه من بدري، بس قلت لازم اجيبه وهو ميت عشان نتكلم عنه. ليه لازم تجيبي ايفا ده او تجيبي ايفا من الست دي؟ ده طبعا اختياري مش اجباري، بس انا بقولك اقتراحي انا. ليه لازم تجيبي المنتج ده لو انتي بشرتك مختلطة او دهنية؟ انا بتكلم عن اللي انا جربته اللي هو بتاع البشرة المختلطة. العلم انا بشرتي دهنية مالية للاختلاط شوية، فانا لما جيت جبت مرضتش اجيب بتاع البشرة الدهنية، قلت خلاص ممكن اجيب بتاع البشرة المختلطة، لان انا في فصل الشتاء بشرتي متبقاش دهنية قوي، ممكن تكون مختلطة شوية، فجبت بتاع البشرة المختلطة. وعايز اقول لكم ان اي حد بشرته مختلطة فالبتاع ده السحر ليه، بس ممكن تجيب منه 2 3 عشان يقعدوا معانا كمية، يعني واحد يقعد معانا كمية ننسى ده، ولكن هيغسل لنا وشنا حلو وهينضفه حلو وهيهدي الدنيا كده ومش هينشفه حلو، ده جميل. عايزة اتكلم عنها قبل ما اطلع من الفيديو او قبل ما انسى، ان ده مكتوب عليه انه فيه فيتامين سي واي وبي 3 وبي 5 والحاجات دي. هل هو فيه ده؟ انا ممكن اكون ما خدتش بالي من النقطة دي فيه، او ان هو بقى بيخلي بشرتك جلو والكلام ده، ولكن هو بينضف البشرة كويس. لكن هيخلي بشرتك جلو وفيها نضارة وان انتي حقنة والكلام ده؟ مفيش الكلام ده في حتة تانية، مش في الغسول الطيب اللي هو ب70 جنيه او ب75 جنيه، مش ده خالص. ده هينضف بشرتك بس، وهيهدي بشرتك لو فيها حبوب، هيستظرف بشرتك شوية، هيرطبها شوية، لكن مش هيحقنها حضرتك. ده مش دكتور، ده غسول عادي، منتج بتحط على الوش عادي جدا، متستنيش منه اي حاجة غير ان هو ينضف بشرتك وبس. طيب يا جماعة الخير، انا كده اكون قدرت اتكلم شوية عن المنتج. كلام جد بقى، بجد لو انت عايزة حاجة تنضف بشرتك ويكون سعرها كويس مش غالي، فانا بنصحك بده، جميل جدا وهيدي بشرتك كويس قوي قوي، وهيسيبها مترطبة وفي نفس الوقت هيغسلها كويس او هينضفها كويس. ولكن هو زي ما انا قلت ان الوحش فيه ان هو كميته صغيرة، مش هيقعد معاكي فترة طويلة. يعني مثلا ده عكس لو هتجيبي حاجة 150 ملي، تجيبي حاجة 200 ملي، دي اكيد هتقعد معاكي، انما ده مش هيكمل معاكي غير شهر ونص، يوم ما تقولي ان هو عمل معاكي الصح والاصح من الصح، غير كده ما تنتظريش منه. لكن لو عايزه حاجه ميزانيتها كويسه، تنضف بشرتك كويس وتهتمي برضه ببشرتك كويس، فانصحك بده. وانا كده خلصت الفيديو، فيديو تاني وجديد، باي باي.